ريال مدريد كتربح فالنسيا في ملعب الميستايا، واحد من أصعب الملاعب اللي كاينة في إسبانيا، ربما أصعبهم. الملعب راه كيشكل عقدة على ريال مدريد، لأن الريال راه كتواجه فيه صعوبات كبيرة، ولكن قدرت تربح. ربحت بثنائية نظيفة، وهذا الشيء رجعت الفارق ديال الدوري الإسباني إلى نقطة واحدة مع المتصدر برشلونة، اللي ربح أيضا في الماتش اللي فات ضد ريال مايوركا. الماتش راه ما كان سهل، خاصة الشوط الأول. الشوط الأول الريال استحوذت، ولكن ما شكلتش خطورة كبيرة بالرغم من انها صنعت الفرص. وايضا حتى التألق ديال الحارس فالنسيا، هذا الحارس اللي جبت شي كواري اللي كانوا صعاب، دار بزاف ديال التصديات، وابرزها كرة خيمينيز الظهير الايمن ديال ريال مدريد اللي تصدى ليه لهذيك الكرة. وهذا الشيء خلى الشوط الاول يسالي بنتيجة 0-0، ولكن في الشوط الثاني ريال مدريد تحركت اكثر، صنعت فرص اكثر، شكلت خطورة على مرمى ديال فالنسيا. محاولة من مرة محاولة جابت الهدف، له من هدف الفارو كاريراس الظهير الايسر الرائع اللي شد الكرة واخترق الدفاع. راه ماشي اخترق لاعب واحد ولا جوج، راه الدفاع كامل مكون من 4 لعابة بيناتهم ودريبلاهم كاملين وسجل هدف ولا في الاحلام. هدف رائع، وهذا الهدف هو اللي عطى ريال مدريد التقدم، خلى اللعابة يلعبوا باريحية. انا لعابة مدريد راه كان عليهم الضغط بسبب ان الفارق كان غيزيد يتوسع مع البارسا. ومن بعد ما كان الماتش غادي يسالي، وفي الدقيقة 90 كرة من دين هاوسن، كرة طويلة لابراهيم دياز اللي كيعطي اسيست كيليان مبابي، وكيسجل كيليان مبابي. يستمر في تقديم الاداءات الكبيره، وانه ما كيحبش من المساهمات في كاع ماتشات ريال مدريد. كيليان مبابي كيساهم بهدف او بهدفين، وهذا الهدف خلى ريال مدريد تحسم الماتش رسميا. وهذا الشيء ريال مدريد في المركز الثاني خلف المتصدر برشلونه. بالنسبه لريال مدريد في هذا الماتش راه كان غايب ليها تقريبا بزاف ديال النجوم ديالها، من بينهم فينيسيوس جونيور، كذلك رودريغو، وجود بيلينغهام. يعني ثلاثه الركائز ديال ريال مدريد كانوا غايبين في هذا الماتش. رغم من ذلك قدرت تحسم المواجهه. وايضا ما شفناش شي خطوره على مرمى تيبو كورتوا، الكره اللي ضربت في القائم. وريال مدريد حاليا وصلت ل 11 مباراة على التوالي بدون هزيمة في الدوري الإسباني، من غير آخر هزيمة اللي كانت خسرتها في سانتياغو برنابيو قدام سيلتا فيغو فاش كانت خسرت في هذاك الماتش. هذيك هي آخر هزيمة ريال مدريد هذا الموسم. حاليا 11 مباراة متتالية بدون هزيمة. مع ذلك الجمهور المدريدي فراه ما راضيش على الفرقة، ما راضيش على الأداء، على اللاعبين. هادشي علاش ان الدرب ريال مدريد راه هو اصعب مهنه في العالم، لان الجماهير راه ما كيرضيهمش النتائج. يعني تقدر تربح وباداء ضعيف، فراه الجمهور ما غاديش يتقبل هذيك الفوز. واهم حاجه بالنسبه لجماهير الريال فهي الفوز بدوري ابطال اوروبا، يعني ما كيقبلوش بشي حاجه من غير هاد الانجازات. هادشي علاش كيكونوا بزاف ديال الضغوط على المدربين. شي مدرب ما يقدر ينجح ولو تكون عنده افكار، خاصو بزاف ديال الحوايج باش ينجح في هذه المهمه، لان راه من اصعب المهام اللي كاينه في العالم بسبب الضغط اللي كيكون عليه. وهادشي راه من الحوايج اللي خلاو ريال مدريد يكون كفرقه ناجح ويحقق بزاف ديال الالقاب بسبب العقليه ديال النادي، وذلك العقليه ديال الجماهير. يعني ما يقدروش يتسناو مدرب يصبروا عليه موسم ولا جوج مواسم باش يلاه يعطيهم. مدرب ما كانش في الفورما هذيك الساعه فراه دغيا غادي يصيفطوه. اشنو بان لكم في الاداء ديال ريال مدريد في هذا الماتش؟ الا عجبك الفيديو ما تنساش لايك ومتابعه ان شاء الله.